حتى لهنا نكونوا صاي فيريفينا التشكيله ما عندنا ما نزيدوا عليها. نروحوا الان لمجموعه المنتخب الجزائري وحظوظه في التاهل من دور المجموعات. اذا الجزائر في المجموعه الخامسه. شكون عندنا معنا؟ غينيا الاستوائيه، تصنيف العام 97. هذه هي المره الرابعه تاعها اللي تشارك في الكان. اول مره كانت في 2012 ولحقت الربع النهائي وين نظموها مناصفه مع الكابون. في 2015 كيعتذر المغرب على التنظيم، نظموها هما ولحقوا حتى للنصف النهائي. ايوي عندك تحقرهم. في 2021 و2023 كذلك وصلوا حتى للربع النهائي. في التصفيات تاع كاس افريقيا كانوا معنا في نفس المجموعه، قهرناهم، ولكن في كاس افريقيا راهي ديما حكايه خلاف. كما كنا نحكيو هما ولا مره خرجوا من دور المجموعات، وحنايا في اخر زوج مشاركات خرجنا من المجموعات. دونك الحذر وثم الحذر. تصفيات كاس العالم كانوا في المجموعه تاع تونس كلاساو ال50 وجابوا 11 نقطه من 10 مباريات. في اخر 8 مباريات ربحوا زوج وتعادلوا وخسروا 3-3. الفريق الثاني واللي هو السودان عنده 9 مشاركات وربح الكاس مره في 1970. في الاقصائيات خلصوا هما الثانيين 8 نقاط فوق شكون؟ النيجر وغانا، وقبلهم انغولا ب 14 نقطه. في تصفيات المونديال كذلك خلصوا هما الثالثين 13 نقطه ورا السنغال المتصدر والكونغو الديمقراطيه اللي راهي تلعب في الملحق الان. اخر 8 مباريات ربحوا مباراه واحده واللي هي مباراه التاهل في كاس العرب ضد لبنان. خسروا 7 مرات وتعادلوا مرتين، وشفناهم يعني في كاس العرب. هذاك هو الفريق ما تزيد ما تنقص عليه. يلعبوا الركود للخلف، 11 في الدفاع وهجمات مرتده. فحذاري حذاري حذاري من تكرار سيناريو موريتانيا. بوركينا فاسو المصنف 62 شارك 13 مره في كاس افريقيا، فريق ولا مره في حياته كان من صفوه الكبار ولا كلاس في افريقيا. وشنو خدمته الوحيده؟ انه يعرقل الكبار. هذه هي. ما تنساش مباراه الفاصله في 2018 بزز باش ربحناها اذا تشفى راسيه بوغرا. ماشي راسيه بوغرا، هدف عكسي من بوغرا في مرماه. افضل انجازات تحمل انهم وصلوا للنهائي في 2013 وخسروا. كيفاش حتى تاهلوا لهنا؟ كلاساو الثانيين في مجموعه السنغال ب10 نقاط وفاتوا على الشعره من التاهل لكاس العالم، وين لموا 21 نقطه وراه مصر ب26 وما قدروش يلعبوا الملحق. 21 نقطه ما كانتش كافيه. سجلوا 23 هدف واستقبلوا 8 في 10 مباريات. في اخر المباريات خسروا في جوان الماضي مع تونس، من ثم ربحوا كل المباريات تاعهم لحد اليوم وتعادلوا مره فقط في سبتمبر مع مصر. عندهم بزاف محترفين في اوروبا وملاحه. عندهم تاتسوبا في ليفركوزن مع مازا، وطارا في برانتفورد، ولا ما تعرفش برانتفورد روح سقسي ليفربول ومانشستر سيتي. وعندهم ثاني تراوري في ساندرلاند، وزيد عندهم يعني في الدوري المحلي تاعهم ثاني لاعبين ملاح. باش تلم 21 نقطه في 10 مباريات وتكون ورا مصر ب4 نقاط فقط ماهيش سهله. وحنايا 20 مشاركه 14 متبهدله، زوج القاب 1990 و2019. لحقنا النهائي مره واحده مع نيجيريا في 1980 ولحقنا النصف النهائي 4 مرات، اخرها ورا الحكايه تاع درمان اذا تشفى كي عطاتنا مصر ب4. ايوه حكايه كاساما هذيك هي. تسمى احنا ثاني عندنا مشوار متواضع. الحاجه اللي تشفع لنا انه عندنا زوج القاب، هذا ما كان كمجموعه في المتناول. واحد ما يفتي عليك بوركينا فاسو قويه، غينيا الاستوائيه قويه. مجموعه في المتناول. مفروض السودان وغينيا الاستوائيه ما نلقاو معاهم حتى صعوبه. تبقى لنا بوركينا فاسو اللي راح تكون يعني عائق كبير وقادره حتى تربحنا. وشنو انا نروح مع التعادل ونتصدروا احنا المجموعه، ولازم علينا نتصدروا المجموعه اذا حبينا نروحوا بعيد في لاكوب. وهذه المره في المغرب. المناخ اوروبي في هذا الوقت في ديسمبر، ستادات جدد ملاح مستفين، التصوير راح يكون روعه، الجمهور اروع. تسمى ما كان حتى سبه باش تقول لي الرطوبه والاملاح راح نشوفوكم وربي يجيب الخير. كملنا مع الفيديو. catch you up next time. سلام.